اهلا بيكم حلقه جديده مع شاشه وزرار. النهارده هنشرح شاشه الشانجان CS35 بلس. هنشرح الشاشه الرئيسيه، شاشه العدادات، الازرار اللي موجوده على عجله القياده، وهنقول كمان الهيدن جيمز اللي موجوده في العربيه دي. يلا بينا. اول حاجه الشاشه الرئيسيه عندنا بيبقى موجود فيها الويدجز اللي موجوده بره. هنا موجود هنا الميوزك، لو انت موصل بلوتوث او حاجه تقدر ان انت تشغله من هنا. هنا الاوبشنز او الاعدادات بتاعت السياره، هنا التوصيل بتاع بلوتوث، وهنا الراديو. لو قلبت كده هتخش على الصفحه الثانيه فيها الاعدادات دي بتاعت الشاشه نفسها، مش بتاعت العربيه. اداره الملفات دي بيبقى موجود فيها التخزين، الحاجات اللي متخزنه على العربيه، سواء صوت، فيديو، صوره، على الميموري بتاعها، او لو انت هنا حاطط USB. بس طبعا هنا مش موصلين USB فمش موجوده. مسجل القياده الDVR اللي بيصور الحوادث لا قدر الله، او اي حاجه خبطت في العربيه او اي حاجه، هنشرحه برده واحده واحده. والتحديث بتاع النظام لو انت عايز تعمل سوفت وير ابديت. ومكيف الهواء طبعا، التكييف، ايزي كونكشن ده الوصله مع الميرورنج، بتعمل سكرين ميرورنج للموبايل بتاعك. العربيه ما فيهاش اندرويد اوتو ولا ابل كار بلاي. الابل كار بلاي بيحتاج ديفايس، بس اندرويد اوتو تقدر ان انت تنزله. هتلاقوا على جروب الملاك بتاع مصر الطريقه بتاعت تنزيله. لو نزلت من فوق هتلاقي من هنا الواي فاي، لو انت عايز توصلها بشبكه واي فاي. من هنا بتوصلها بالبلوتوث، وده بيفتح اللوك بتاع الابواب ويقفله. من هنا يبان لك النوتيفيكيشن زي ما انت موصل الموبايل. هنا الصوت بتاع الميوزك، وهنا الصوت بتاع الموبايل، وده البرايتنس بتاع الشاشه. من هنا تقدر تمسح طبعا كل النوتيفيكيشن بتاعه الموبايل. الثلاث نقط، الثلاث 3 دوتس الموجودين تحت دول، لو دوست عليهم بتلاقي هنا الموسيقى وبلوتوث، هنا الفيديو لو انت عايز تشغل فيديو على الشاشه. والتخصيص ده بيعمل لك الثيمز بتاعه العربيه. عندك 3 ثيمز: الثيم الرياضي اللي هو لونه احمر، والثيم الازرق ده بتاع التكنولوجي، والثيم الكلاسيك اللي هو الويدجز جنب بعضها. خلينا في الثيم الرياضي عشان ده اللي انا حافظ الاوبشنز فيه، عشان نقدر ان احنا نتحكم فيه. دخلنا دلوقتي على اعدادات السياره. اول حاجه اعدادات جسم السياره، او هتلاقوها لو عند حد بالانجلش الفيكل سيتنجز. هنا القفل لما بتقفل العربيه من بره او بتفتحها، بيفتح بس باب السواق ولا جميع الابواب؟ طبعا كل الناس في الغالب بتخليها جميع الابواب. قفل التلقائي عند القياده، لو انت بتمشي بالعربيه وتعدي سرعه 30 بيقفل الابواب لوحده. القفل التلقائي عند ركن السياره، فتح القفل التلقائي اول لما بتحط العربيه على البي بيفتح اللوك اوتوماتيك. اطلاق فتح السقف تلقائيا عند هطول المطر، ده حساس المطر. والشاحن وايرلس اللي موجود هنا تقدر ان انت تفعله وتقفله من هنا. المرآة التطوة اللي هي المراية الجانبية، عشان لما تقفل العربية تضم كهرباء. تاني حاجة عندنا اعدادات الإضاءة، مش موجود فيها غير السطوع بتاع الخلفية ان انت تقدر تزوده او تقلله. طبعا هو ليه حاليا مقفول كده؟ عشان الإضاءة موجودة على الأوتو. لما تبقى الإضاءة على الأوتو هو بيبقى أوتوماتيك مع الإضاءة. مساعد السلامة ده تحذير من الارتطام الأمامي، ده التحذير الصوت. واللي تحت دي الفرملة. هنا تقدر تخليه مبكر فيعمل من مسافة بعيدة، أو وسطي، أو متأخر. شخصيا بفضل ان هو يبقى متأخر، عشان المبكر ده ساعات العربية بتتجنن وتفرمل، يعني في مواقف مش مستاهلة ان هي تفرمل فيها. صوت لوحة العدادات، هنا النوتيفيكيشنز او التنبيهات بتاعت العربية. دي اصوات مختلفة. وهنا مستوى الصوت بتاع التحكم في القيادة. بعد كده نظام الثبات الالكتروني الEPS، وده نظام المساعده في الهيل ديسنت كنترول بتاع النزول في المنحدرات. وده التوجيه بتاع عجله القياده. المعيار بتاعه في السبورت الرياضي ده بتبقى العجله تقيله جدا، المريح بتبقى خفيفه جدا، والمعياري اللي هو الستاندرد ده اللي هو الوسط ما بينهم. الزرار المتخصص ده زرار النجمه اللي موجود في عجله القياده، وده تقدر ان انت تختار فيه 2 اوبشنز: اما ان هو يكتم الصوت، او ان هو يتصل يعني بحد انت حاطه على موبايل لما موصل موبايلك بالبلوتوث. واخر حاجه خالص استعدادات ضبط المصنع، بتعيد بيها السيتنجز الاساسيه بتاعه العربيه كلها. رحنا الناحيه الثانيه في الاعدادات النظام. هنا بتختار اللغه، وهنا مستوى الاصوات اللي هي برضو شفناها كانت موجوده من فوق. هنا تنسيق الوقت، الساعه 12 نظام اللي هو ال 12 AM و PM ولا 24. والمنطقه الزمنيه، الساعة لو مش عارفين تظبطها هنقول في اخر الفيديو ازاي ان انت تظبط الساعة بتاعت العربية.
العرض هنا ده مستوى السطوع بتاع الشاشه، وده لو انت عايز تشغل فيديو وانت مشغل يعني وانت سايق تقدر تشغل فيديو لو عايز تفتحها من هنا. وهنا طبعا بيقول لك بالتنبيه من سلامتك، وزي ما قلنا الفيديو بيتجاب من ال3 دوتس بتيجي معاك. تأثيرات ايقاف للشاشه ده لما بتقفل الشاشه من هنا، يعني من الزرار ده يجيب لك ايه دلوقتي، بيجيب لك التاريخ مثلا والوقت. ممكن تخليها ساعه فيجيب لك ساعه كده انالوج، او تخليها شاشه سوداء كأن الشاشه قفلت خالص بدون اي حاجه. هنا تأثيرات الصوت، تقدر انك تختار الصوت يبقى موجود فين في العربيه وترجع تعيده تاني في النص في اي لحظه. ومن هنا تقدر ان انت تخش بقى تعمل مجال الصوت وتتحكم في الايكو، في العالي، في البيز وفي الحاجات دي. من هنا التوصيل بالانترنت لو انت هتوصلها بشبكه واي فاي، ومن هنا التوصيل بالبلوتوث تقدر تحط الاسم بتاع العربيه والباسورد بتاعها. التخصيص ده اللي احنا شفناه في الاول بتاع ال3 سيمز الموجودين في العربيه. هنا الانفو، وهنا اعاده ضبط المصنع للشاشه الوسطيه. مسجل القياده اهم حاجه انك تتفعل فيه التسجيل الدوري عشان تفضل العربيه بتسجل على طول اللي بيحصل حواليها. وفي اي وقت لا قدر الله حصل حادثه، حد خبطها، حد قرب من العربيه، تقدر على طول ان هي تسجله وتحطه في الالبوم بتاعك. هنا في مشكله في الاس دي كارد، بس هوريكم مكان برضو الاس دي كارد نحطه المكان بتاعه وازاي بتحطه. يعني عايز تصور انت صوره في اي وقت ممكن تصورها من هنا، او تدوس على الزرار بتاع الدي في ار تحت، الزرار بتاع السيف ده لو دوست عليه في اي وقت هيسجل لك 15 ثانيه طوارئ، هيسجل لك 15 ثانيه قبل و15 ثانيه بعد. هنا بس في مشكله في الاس دي كارد، فعشان كده مش عارفين ندخل فيها. لو احنا عملنا دلوقتي تنسيق لبطاقه الذاكره اعتقد ان المشكله دي هتتحل. التنسيق ده اللي هو فورماتنج، يعني بنعمل فورماتنج للاس دي كارد، فالمفروض ده ان شاء الله يحل المشكله وتخليها تشتغل. عشان برضو لو حد فيكم الاس دي كارد مش شغال معاه كده كده المفروض ان هي اشتغلت. لو دخلنا دلوقتي على مسجل القياده ودخلنا دلوقتي مثلا عملنا التقاط صوره اهي اشتغلت، نجحت الصوره. لو دوسنا دلوقتي على الزرار بتاع السيفنج الدي في ار اهو كده بيسجل 15 ثانيه فيديو طوارئ. ده لو لا قدر الله انت شفت مثلا مش حادثه بقى بتحصل عربيه، حادثه بتحصل حواليك وعايز ان انت تصورها عشان تتحط مثلا في محضر او حاجه، تدوس على الزرار ده يصور على طول هو اوتوماتيك 15 ثانيه دول. هنا هو هنروح على الالبوم هنلاقي فيه ده التسجيل الدوري، طبعا احنا لسه مشغلينه دلوقتي فمش موجود، بس انت هتلاقي هنا مسجل دوري. هنا ده حافظه الطوارئ اهو 15 ثانيه اللي احنا صورناهم، هتلاقيهم شغالين من القدام ومن ورا من اليسار من اليمين. او العرض المدمج تشوف الاربع كاميرات مع بعض على طول، وتقدر ان انت تحذفهم في اي وقت او تاخد سكرين حتى من الشاشه، تاخد اللقطه دي بس تطلعها لو عايز مثلا تاخد رقم العربيه اللي عملت المشكله او حاجه. من هنا ده الاعدادات فيها وقت التسجيل، يقعد يسجل قد ايه في اللي هو اللوبينج اللي هو بيسجله على طول. فهنا بتختار مثلا 3 دقائق، فهو دلوقتي بيسجل 3 دقائق وبعدين يمسح ويسجل 3 دقائق وبعدين يمسح وبعدين يسجل 3 دقائق. ممكن تخليه 5 دقائق او دقيقه، افضل شخصيا يبقى 3 دقائق لان 5 دقائق كتير قوي عشان تعرف تجيب الاكشن اللي حصل، الحادثه او اي حاجه هتتوه في الفيديو، ودقيقه قليل جدا فممكن ما تلحقش. فخليك افضل دايما في 3 دقائق. تبقى عارف دايما ان هو في هنا حافظ الطارئ ده لا اما من الزرار ده او من ان هو لو العربيه اتخبطت فالحساسات بتاعتها بتعرف فبتسجل على طول هي الطارئ، وهتلاقيه موجود هنا وموجود تحته التاريخ والوقت. تقدر في اي وقت تشيل الميموري من العربيه وتحطه عندك وتستعمله معاك. مكيف الهواء اعدادات التكييف في العربيه هنا في اوبشنز كتيره جدا ولطيفه جدا. طبعا اول حاجه في الاوتو، انك تخلي التكييف اوتو، بس هو مش دول زون، هو سنجل زون. والاوبشنز بتاعه بقى فتح نظام التهويه النشط ده، او ان هو يخلي العربيه تدخل الاول هواء في العربيه عشان ما يبقاش الهواء المكتوم اللي جوه هو اللي بيتدور على طول، فده بيفرق جدا في التكييف وجودته. فتح التهويه اسفل النافذه دي برده مهمه جدا، دي ان اول لما بتفتح التكييف في العربيه بينزل لك الهواء من تحت، يعني بينزل، ما يطلعش الهواء من هنا على طول، فما يطلعش الهبو السخن اللي في الاول بالتراب ده يطلع في وشك، بيطلع تحت الاول وبعدين يطلع لك الهواء الساقع من فوق، فدي ممتازه وحلوه جدا. التجفيف الذاتي اللي هو بعد ما بتسوق مشوار طويل وانت فاتح التكييف بترجع تركن عربيتك، فبتلاقيه فتح لوحده الزرار اللي هو بتاع انه يدخل الهواء من بره عشان يكفف الكمبريسور بتاع العربيه فما يحصلش عليه بكتيريا، وبرده دي مهمه جدا. ونظام الهواء النقي في السياره برده ان هو يجدد الهواء كل فتره. في هنا من التخصيص بتاع نظام الهواء النقي بتاع السياره ده انك ممكن تخليه افتراضي، هو بيجدده اوتوماتيك في اي وقت لوحده يعني،
او تعمل له انت تخصيص. انا شخصيا كنت ببقى عامل الفيديو، يعني ببقى عامل النظام ده تخصيص في اوقات شغلي، وانا نازل رايح الشغل الصبح قبل الشغل وراجع بعد الشغل. ليه؟ قبل ما انا انزل بحطه مثلا قبل ما انا انزل بنص ساعه، فهو لوحده يفتح الهواء انه يدخل من بره العربيه، يغير هواء العربيه، فادخل خصوصا لو احنا في الحر هتلاقي العربيه مش سخنه والهواء فيها مش مكتوم، فده بيفرق معاك جدا. ممكن تسيبها افتراضي، بس انت عندك مواعيد ثابته دايما، خليك دايما في التخصيص وحط واظبط الثلاث مواعيد دول على مواعيدك الثابته، هتفرق معاك جدا في تجربه العربيه عامه وهتستمتع بيها جدا. طبعا من تحت دي حاجات بتاعت التكييف العاديه، الاون والاوف، وده الاي سي، فتح الكمبريسور وقفله، وده زرار الاوتو، ده نفس الزرار الموجود تحت، والزرار دي كلها اوريدي موجوده تحت، هي موجوده معاك تاني ميرورنج هنا في العربيه. كده احنا خلصنا شاشه الاعدادات الوسطيه، هننقل بسرعه على الشاشه بتاعه السواق. اوكي، حاليا هنتكلم على شاشه العدادات والتحكم فيها منين. اولا شاشه العدادات، الزرار ده هو اللي بيدخلك على المنيو بتاعها، الزرار اللي هو موجود عليه المربعين ورا بعض دول. لو دخلنا هنا هنلاقي التغيير في المنيو بتاع العربيه. الفيكل انفو ده بيديك الصفحه اللي بتبقى في النص بين الار بي ام والسرعه، بيديك فيها البيانات بتاعه العربيه. فده مثلا التي بي ام اس، ضغط الاطارات، بعد كده الشورت تيرم تريب، ده من اول ما العربيه دارت، وعشان يتعمل له ريست لازم العربيه تفضل مقفوله اكتر من ساعه يعني. وبعدين بعد كده عندك اللونج تيرم تريب، ده انا شخصيا بفضل انك تعمل له ريست كل بعد كل تفويله، هيحسب لك جدا متوسط العربيه وتعرف متوسط الاستهلاك بتاعك كام. ده التريب ديستنس، المسافه اللي انت مشيتها في يعني بعد اخر ريست، برده ده ممكن تعمل له ريست بعد التفويله. واخر حاجه ده التوتال مايلج، مشي العربيه كله. ده بالمناسبه من العيوب اللي موجوده في العربيه هنا، انه ما بيديلكش على طول التوتال مايلج تحت، انت لازم تخش تجيبه من جوه. اوكي، لو نقلنا تاني بعد كده عندنا الاداس. الاداس بيجيب لك العربيات الموجوده قدامك، عشان العربيه دي الفئه الثالثه فيها رادار امامي، فبيجيب لك العربيه اللي موجوده قدامك وبتظهر هنا، وبيديك المسافه بينك وبينها. عندنا بعد كده السبيد، ده بس موجود على السبورت، وده هنا ساعتها بيقفل لك الاثنين الديجيتس اللي كانوا موجودين يمين وشمال بتوع الار بي ام والسرعه، وبيحط لك في النص في الشاشه الديجيتال الار بي ام على اليمين والسرعه على الشمال، والسرعه كمان مكتوبه في النص. السيتنجز دي، السيتنجز بتاعت الشاشه دي فيها الالارمز والاصوات بتاعتها واللغه بتاعت الشاشه، ممكن لو انت عايز تخليها عربي. الورنينج، لو في اي مشكله في العربيه بيديك الورنينج بتاعها هنا. الثيمز زي بالظبط الثيم بتاع اللي هناك، موجود عندك الساينس لونه ازرق، السبورت لونه احمر، والفاشن لونه ازرق شويه رايح على بيربل او على بنفسجي. كده تقريبا خلصنا الشاشه هنا خالص، ما عندناش اي حاجه تانية ممكن نحطها فيها. لو بصينا على عجله القياده، عندنا على اليمين دي الزرار اللي بيجيب السيتنجز، ده الزرار اللي بيجيب يشغل الميديا، ده تعلية الصوت وده توطيته، لو دوست عليه شويه بتاع التوطيه بيعمل ميوت، والزرار بتاع التعلية لو دوست عليه شويه بيعمل ريست للشاشه الوسطيه. وده الزرار في النص اللي بتنقل منه يمين وشمال، والاوك بتاعه انك تدوس في النص. هنا انك بتجيب الميوزك اللي بعد والفورورد، وهنا بتجيب الميوزك اللي قبل، وهنا برضو بترد على المكالمات، وهنا بتقفل على المكالمات لو انت موصل بلوتوث. على الناحيه الثانيه، عندنا الزرار بتاع التخصيص اللي احنا اتكلمنا عليه في الشاشه الوسطيه، وعندنا هنا الكروز كنترول. الادابتيف كروز كنترول 3 زراير، ده الزرار اللي بيقفله وانت مشغله، ده الزرار اللي بيشغل الادابتيف كروز كنترول، ودي العلامه بتاعته الموجوده هناك ال 30 دي، هو بيشتغل من اول سرعه 30 لحد سرعه 150. فمن هنا بتبدا ان انت تثبت السرعه، وبعدين بعد كده هو بيظبط المسافه، يعني بيظبط المسافه بينه وبين العربيه اللي قدامه، وبتتحكم في الظبطه دي من الزرار ده، بتدوس عليه وتتحكم في المسافه بين العربيه بينك وبين العربيه اللي قدامك قد ايه. من هنا بتقدر لفوق تزود السرعه ولتحت تقلل السرعه، بتزيد بالخمسه. فمثلا لو انت حاطط السرعه على مثلا 90 كيلو متر في الساعه، فهتبقى 95، لما تطلعها فوق او تنزل تحت تبقى 85. لو انت كنت مثبت سرعه وبعدين زودت انت السرعه مثلا او دوست فرامل، فالادابتيف كروز كنترول اتلغى، وعايز ترجع تثبت على نفس السرعه تاني، مش عايز ان ترجع تثبت على السرعه الجديده، بتدوس بدل ما بتدوس هنا بتدوس على الزرار بتاع البلس فوق، يعني بترفع ده لفوق يثبتك على اخر سرعه انت كنت عليها.
اللي هي هتبقى اصلا موجوده هنا مكان ال 30. لكن لو انت لغيت الادابتيف كروز كنترول بانك دوست فرامل او دوست على الزرار اللي بيلغيه ورجعت دوست هنا تاني، هيثبتك على السرعه الجديده مش السرعه اللي فاتت. فالسرعه اللي فاتت من بلس ده من السرعه الجديده اللي انت ماشي عليها دلوقتي. وزي ما قلنا ده اللي بيتحكم في المسافه بينك وبين السرعه بين العربيه اللي قدامك. من هنا الاول الزراير اللي موجوده هنا بتتحكم طبعا في المرايات رايت وليفت، وبتتحكم هنا في كل مرايه. وده زرار الضم، ده زرار فتح الشنطه، بتفضل دايس عليه شويه عشان الشنطه تفتح، وتدوس عليه وانت بتقفل الشنطه فضلت دايس عليه بقى تتحكم في ارتفاع الشنطه نسبتها عامل ازاي. وده طبعا التحكم في الاضاءه الاماميه تعليها او توطيها. لو عايز توصل لكارت الميموري سواء ان انت تكبره او تعمل له فورماتنج او تطلعه لو حصل لا قدر الله حادثه عشان تاخد منه الايمجز يعني اللي هو صورها او الفيديوز، فانت هتنزل تحت هنا هتلاقي عندك الحته اللي موجوده متثبته تحت دي جواها كارت الميموري. فانت بس هتشدها وهتطلع منها كارت الميموري وتاخده عندك تحطه على اللابتوب او تحطه على اي حاجه وتطلع منه الايمجز، او تشيله وتحط كارت تاني وتعمل له فورماتنج وتبقى غيرت الميموري بتاعك. الهيدن جيمز، عندنا هيدن جيم كبير قوي في العربيه دي وانت هتتفاجئ ان هو موجود فيها. لو انا دلوقتي جيت فتحت الازاز ده شويه من هنا وبعدين فتحت التاني بزاويه مختلفه وفتحت فتحه السقف مثلا بزاويه تانيه لحد مثلا مش فاتحها على الاخر، فاتحها بس للنص وفاتح كل واحد من الازاز بزاويه مختلفه عن التاني، وجيت دوست على الزرار بتاع انه يدخل الهواء من بره، وبعدين رجعت بدل ما اقفله تاني فضلت دايس عليه شويه. بص على العربيه تعمل ايه؟ قفل دلوقتي كل الفتحات اللي كانت مفتوحه. حلو. لو انا رجعت بقى دوست عليه هو تاني شويه تانيين، بص هيعمل ايه؟ هيرجع كل فتحه بس هيرجعها للمسافه اللي انا كنت حاططها. يعني رجع ده الشباك رجعه للمسافه اللي انا كنت حاططها فيها، رجع الازاز ده للمسافه اللي انا كنت حاططها فيها، ورجع فتحه السقف للمسافه اللي هي كانت مفتوحه. دوست عليه دوسه طويله تاني قفل كل حاجه لوحده. فده اوبشن لطيف جدا لو انت عايز تفتح الازاز كله بس وتفتحه مثلا الاثنين الامامي او تفتح فتحه السقف في النص بس، فده اوبشن لطيف جدا موجود في العربيه هنا. كده خلصنا تقريبا شانجان سي اس 35 بلس الفئه الثالثه اعلى فئه. قلنا تقريبا كل حاجه في الاوبشنز وكل حاجه في الزراير انت ممكن تكون محتاجها. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.